إماما. هذه فائدة عظيمة، استعمال الشدة في الرد على من عارض السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك. والذي ينبغي لطالب العلم أن يتحمل شدة المعلم، لأنه هو المستفيد. يعني بعض الناس يركبه الشيطان، احرجني، شديد، انصرف، ذهب لما هو خير، الحمد لله. لكن لا يذهب، يعني ما خرج من هذا الدرس لدرس آخر لما هو أنفع. لا، من الخاسر؟ أنت الخاسر. والناس يتحملون في سبيل الباطل أشياء كثيرة. شفت الناس يلعبوا رياضة في ألعاب قتال قاتلون، صح ولا؟ يتلاكمون وكاراتيه وضرب وكذا، واخر شيء يحيي بعضهم بعض وروح رياضية، شو ما يزعلون؟ ويلعبون ألعاب كثيرة فيها ضرب وفيها شو ما يزعل بعض على بعض، ويتضاربون ويتصالحون. وبعض الناس عسى ما سمع كلمة من الشيخ ولا المعلم زعل، وليت يزعل وما يرجع، أو يا ليت يزعل ويرجع، يزعل وما يرجع، ويا ليت يزعل وما يرجع لا يروح يتكلم وينفر. هذا غلط، ينبغي أن تتحمل. هذا علم، هذا دين، هذا يرفعك الله به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بالرفع. اصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من العلماء يشد على الطالب. ورقم واحد في العالم والمعلم أن يكون معلما ومربيا. ما يكفي فقط إيش؟ يعلم. إذا أساء الطالب بأسلوبه، بكلماته، بجلسته، بحركاته، وجدنا هذا المشايخ من علمائنا ممكن يصدر له واحد عدل جلستك، يتبطح ولا كذا، ولا حاط كتاب على ركبته كذا، يقول احفظ الكتاب، يعطيه قدام الطلاب. يعني بعض الناس أصلا ما تعلم هذا الشيء. والله بعضهم يا إخوان في خطبة الجمعة يطلع مصباح الخطبة، مصباح قاعد ديواني، هذا غلط. أو أنه في الدرس يجلس جلسة يرفع رجله يطلع ملابسه الداخلية، ما يصلح درس. هذا وحي، هذا قرآن، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عند الناس ترى طلعت بر ولا بحر مو مثل جلسة، وجلسة رسمية أكثر، وجلسة في العزاء غير، وفي الفرح غير، وفي العرس غير، وفي طلعة البحر غير، كل يلعب رياضة غير. ينبغي الواحد يكون حساسا، وفوق هذا كله يذهب ويصد عن سبيل الله. هذا غلط. لو رأيت سيرة العلماء وكيف يفعلون، وقد يكون نفس العالم أو الشيخ أو المعلم هو أصلا طبعه فيه شدة، والناس تتفاوت، لكن بالأخير الرابح أنت إذا تحملت، وبالأخير الخاسر أنت إذا انصرفت، وأخسر من ذلك أن تصد عن سبيل الله. لابد أن تعرف هذا. تحمل، تعلم، تحمل. في ناس ترى يتعلم صنعة، وعند واحد معلم يمكن يسب، يمكن يضرب، يمكن كذا، يقول أتحمل بكرة أنا أصير معلم مثله وأحسن منه بعد، ولا لا؟ لو كل واحد من كلمتين انصرف ما تعلم أحد، لا في دين ولا في دنيا. لابد أن تصبر وتتحمل، خاصة طلب العلم. الصبر في كل شيء. دخول الجنة بالصبر، قال وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. إذا ما صبر الإنسان ما يتعلم. طيب، عشان ما نكثر عليكم الصبر نكتفي على القدر. وصلى الله